انا لقيت ان في ناس مش عارفه هو ايه اللي بيحصل اصلا في جسمها لما بتخس اول كيلو. طب لما بتخس تاني 5 كيلو، طب لما بتكمل وتخس 10 كيلو، ايه اللي بيحصل؟ بيبان عليها ازاي؟ انت لسه مش باين عليك، يمكن حاجه ملحوظه كده بسيط، بس انت تحس بانت عايش، تحس ان انت مبسوط شويه، هتحس على الاقل ان انت عاوز تكمل. فركز قوي واضغط على الحته دي، انت عاوز تكمل. بتكمل وبتخس بقى 5 كيلو. بعد ما بتخس ال 5 كيلو الاولانيين انت بدا يبان عليك، بس مش دي الفكره. الفكره ان طاقتك بقت احسن، الهبوط اللي جالك في الاول بدا يضيع خالص، ان انت حاسس انك عاوز تكمل. صحيح في حد قال لك باين عليك انك خاسس؟ في الاغلب لا، فمش مهم خالص، بس انت خاسس واكيد ال 5 كيلو دول باينين عليك، بس يمكن انت مش واخد بالك لسه. ال 10 كيلو كملت، وال 10 كيلو دول هيبداوا يغيروك خالص، شكلك بدا يبقى باين عليك، الناس بقت فعلا حاسه ان انت بتعمل حاجه، ان دي الحته اللي بيبدا الغرور فيها، وتبدا بقى ايه، ان كلام الناس سواء ايجابي سواء سلبي يبدا ياثر فيك. فخليك فاكر ان احنا عندنا خطه، وان احنا مش هنوقف خالص دلوقتي، وان لسه بدري. لو خلصت 15 ل 20 كيلو انت هتكون واثق في نفسك، ودي النقطة الأهم في رحلة تغيير أي إنسان، إنك تكون واثق في نفسك، واثق في اللي بتعمله، وخليك عارف إن أنت بقيت نسخة جديدة خالص. أنت هتكمل المرة دي لأنك بقيت ناجح، لأن بقيت عارف إن المجهود اللي اتبذل والفلوس اللي اتدفعت والوقت اللي ضاع، أنت كل ده تستحق إن أنت تشوفه وتكمل بيه. الرحلة لسه ما خلصتش، فما توقفش أدام دي رغبتك الحقيقية. وشاركنا في الكومنتات وقول لنا إن أنت خسيت لحد دلوقتي قد إيه، واحنا هنكون معاك فريقك وبندعمك ومبسوطين بيك. احنا اتفقنا ان ممكن تكون الرحلة صعبة، بس بداية الابطال.